السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، وهنعمل ان شاء الله مع بعض الحلويات الشرقية بطريقة سهلة وهتنجح معاكي ان شاء الله من أول مرة. كنا عملنا الزلابية بطريقة سهلة وقلنا كل أسرارها وازاي تطلع معاكي كور متساوية. هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف لو حابة تشوفيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل بسبوسة الأكياس الجاهزة، البسبوسة اللي محيرة كل الناس. ناس كتيرة بتقولي البسبوسة مش بتنجح معانا، أو بتنجح مرة ومرة لأ، أو ما بتشربش الشربات، أو كمان في نفس الصينية ممكن يكون جزء شارب الشربات والجزء التاني لأ. تابعينا في الفيديو وإن شاء الله هنقول كل مشاكل البسبوسة وحلها وهتنجح معاكي. اول خطوة مهمة جدا بنجهز الصينية، وكمان لازم حجم الصينية بيكون مناسب لحجم الخليط اللي احنا هنعمله. يعني دي صينية مقاس 26، هيبقى حجمها او مقاسها مظبوط للخليط اللي هنقول عليه دلوقتي. بجيب معلقة كبيرة من السمنة وببتدي ادهن كويس جدا الصينية والجوانب. الصينية لو كبيرة معاكي هتديكي بسبوسة رفيعة وناشفة ومش هتبقى حلوة، ولو الصينية معاكي صغيرة هتديكي بسبوسة تخينة وهتبقى عاملة زي الكيك كده، وبرضه مش هتبقى حلوة. فحجم الصينية مناسب جدا. دي صينية مقاس 26. هقولك على الخليط والمقادير دلوقتي. هنا معايا كيس بسبوسة جاهز، ده حلو الشام، عادي جدا بيتباع عند اي عطار او اي سوبر ماركت. هو نوع معروف وحلو قوي. الكيس مكتوب عليه يا جماعة 350 جرام، يعني الصينية مقاس 26 بتاخد كيس 350 جرام وبتبقى مظبوطة جدا. بعد كده معايا علبة زبادي اللي هي 100 جرام مش 75 جرام. 100 جرام بأكد عليها اللي هي العلبة الكبيرة. ومعايا ربع كوباية من السمنة الدافية. دي سمنة بلدي طبعا، أي نوع سمنة انت تفضليه. أو ممكن تجيبي معلقتين كبار من السمنة كده وهي في العلبة وبتسيحيها، بتديكي ربع كوباية من السمنة. معلقتين كبار يا جماعة من السمنة وهي جامدة مش وهي سايحة. الربع الكوباية اللي هي الكوباية المعيارية أو مج الشاي 250 ملي، هنعاير منه ربع كوباية. بعد كده معايا معلقة كبيرة من الشربات التقيل أو عسل النحل أو عسل الجلوكوز. طب لو انتي مش عندك الشربات التقيل هقولك على المقدار. معايا كوباية من السكر، بنحط عليه نص كوباية من المية وعليه عصرة ليمونة. بنحطهم على النار يغلوا، وبعد كده بهدي على النار وبسيبه 8 دقايق او 10 دقايق. بعد كده بطفي عليه وبسيبه يبرد وبدخله التلاجة. اول ما يبرد ويتقل معايا باخد منه معلقة. دي كده المقادير قلتها لكم بالتفصيل. هنقول بقى الطريقة سهلة جدا. هجيب علبة من الزبادي اللي احنا قلنا عليها 100 جرام، ببتدي كده احطها في طبق واحط عليها السمنة والعسل التقيل. اهم خطوة او تاني خطوة، احنا قلنا اول خطوة مقاس الصينية، تاني خطوة لازم القوام يبقى كريمي. يعني ما ينفعش ننزل بقى كل خليط البسبوسة دلوقتي ونقلبه مع بعض. لازم الاول الخليط يبقى معانا كريمي. في حاجة عايزة أقول عليها، في ناس كتيرة بتستعمل الأكياس الجاهزة وبتحط لها سكر وبيكنج باودر وفانيليا. ده يا جماعة مش صح. هي البسبوسة فيها كل حاجة. يعني انتوا لو لاحظتوا أنا مش حاطة سكر ولا بيكنج باودر، لأن هي من اسمها بسبوسة جاهزة فهي فيها كل حاجة. السميد اللي بنجيبه من عند العطار هو اللي بنحط له السكر والبيكنج باودر والفانيليا لو انت حابة تحطي بيكنج باودر. كنت عملت معاكم قبل كده برضو البسبوسه بالسميد اللي عند العطار. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه. بس عايزه اقول لكم برضو هي ناجحه وجميله جدا. بس النهارده حبيت اعمل بسبوسه الاكياس، الناس اللي عايزه تستعملها ومش عارفه تستعملها ازاي، او الناس اللي بتنجحش معاها البسبوسه. بعد ما كده خلاص بقى خليت القوام كريمي زي ما احنا مش شايفين، واتاكدت ان هو خلاص اختلط كويس جدا. بجيب بقى كيس البسبوسه وبفضيه كله في الطبق كده وببتدي ان انا اقلب. بعمل كل حاجه قدامكم خطوه بخطوه علشان تبقوا شايفين كل حاجه. بس انا بصراحه هعملها بايديا علشان احس كده بملمس الخليط. انا غاسله ايديا وزي الفل. انت ممكن تلبسي جوانتي لو انت حابه. تالت خطوة مهمة جدا، ما نعجنش. بصوا لو لاحظتوا هتلاقوا ان انا بقلبها بطراطيف ايديا. العجن الكتير يا جماعة للبسبوسة بيخليها تعمل عرق وتنشف معاكي، وبالتالي مش هتشرب معاكي الشربات. شايفين بطراطيف ايديا ما بتاخدش دقيقة. اول ما بحس ان السميد خلاص اختلط القوام الكريمي اللي احنا عملناه، بوقف عملية التقليب. بعد كده جبت الصينية وهبتدي ان انا احط فيها كده خليط البسبوسة. وزي ما احنا ما شفنا الخليط نازل، ولا ان هو تقيل ولا ان هو خفيف زي الكيك، ده كده القوام مظبوط. وكمان ما تزوديش او تنقصي اي حاجة في المقدار، المقدار مظبوط جدا. ببتدي كده ان انا اساوي البسبوسة. لو لقيت السطح مش مساوي معايا ببل ايدي بشوية مية
وبعد كده ابتدي ان انا اساوي السطح. انا مش بحط ميه يا جماعه، انا بس ببل ايدي بالميه. التسويه مهمه جدا. بدخلها الفرن قبل بس التسويه، انا هخبطها خبطتين كده على الرخامه علشان لو في اي فقاقيع هوا تخرج. التسوية مهمة جدا. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص، بتاخد تقريبا من 25 ل 30 دقيقة. أول ما الاقي الجوانب معايا أحمرت والوش خد لون كده أصفر خفيف، بطفي وبشغل الشواية لمدة دقيقتين كده تاخد لون تحت الشواية. شايفين طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وشرحت لكم كل حاجة فيها بالتفصيل. ما تقعدهاش في الفرن كتير عشان ما تنشفش منك وعشان تشرب الشربات. الشربات بقى سهل وبسيط جدا. هنحط كوباية وربع من السكر، عليها كوباية ونص من المية. شربات البسبوسة ما بنحطلوش عصير ليمون. ودي الكوباية المعيارية اللي انا بعاير بيها. حبيت ان انا اوريكم مج الشاي اللي عندك 250 ملي هو نفس مقدار الكوباية المعيارية، ونفس الكوباية اللي هتعايري بيها السكر هي اللي هتعايري بيها المية. بجيب حلة على النار، هبتدي ان انا احط المية والسكر، مش بقلب ولا هاجي جنبه عشان ما يسكرش. ولو لقيت سكر في جوانب الحلة بجيب فرشة بمية كده وببتدي ان انا امسح جوانب الحلة من السكر عشان ما يرجعش السكر ينزل تاني في الشربات ويسكر. بعد 3-4 دقايق من الغليان هطفي وهحط معلقة صغيرة من السمنة، دي اختياري بس بتدي طعم حلو قوي للشربات، ممكن تستغني عنها. وممكن تحط رشة فانيليا. اهم حاجة 3-4 دقايق بس الشربات يغلي علشان ما يتقلش معاك الشربات عشان البسبوسة تشربه. وبعد ما استوت معايا كده البسبوسه والجوانب زي ما احنا ما شايفين كده وشها احمر والجوانب احمرت والوش كده خد لون، طفيت الفرن وهدخلها بقى تحت الشوايه كده لمده دقيقتين تاخد لون. ودي كده بعد ما دخلتها تحت الشوايه شايفين لونها كده ما شاء الله حلو قوي، ما تغمقيش اكتر من كده. الشربات بقى بيكون دافي وبحط كميه الشربات كلها. اهم خطوه وحاجه مهمه جدا، لازم نحرك الصينيه علشان البسبوسه تشرب الشربات كله. وخطوة مهمة جدا برضو لازم نعملها، لازم نغطي صينية البسبوسة ونسيبها 5 دقايق لحد ما تشرب الشربات. طب انت لو مش عايزة البسبوسة تكون سكر زيادة قوي، ممكن تشيلي ربع كوباية من الشربات وما تحطيش كله. شايفين ما شاء الله بعد 5 دقايق شربت الشربات وبقت تحفة. كده البسبوسة ناجحة معاكي. هوريكم دلوقتي قد ايه هي طرية وشاربة الشربات وممتازة. شايفين يا جماعة؟ حلوة قوي. هسيبها بقى كده ساعتين لحد ما تبرد علشان اقدر ان انا اقطعها واوريها لكم. عايزه اقولك على حاجه، اول ما هتحسي ان البسبوسه خلاص استوت وان انت هتطفي عليها وتشغلي الشوايه، دفي الشربات ساعتها. هسيبها بس كده وبعد كده نقطعها ونشوفها من جوه عامله ازاي. كده انا سبتها بصراحه 3 ساعات، خلصت بقى اللي ورايا كده في المطبخ وقلت نقطعها مع بعض. شايفين برضو هي لسه طريه. زي ما شفنا طريقه البسبوسه ومقاديرها سهله وبسيطه جدا، ما تخافيش مفيش اسهل من البسبوسه. شايفين يا جماعة طالعة طرية ازاي؟ متهيألي باين قوي في الكاميرا. بصوا، عايزة اوريكم الترميلة بتاعتها والسمك بتاعها ممتاز، يعني ولا هي تخينة قوي ولا رفيعة، ومرملة جدا وشاربة الشربات زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، وكمان هتعمليها احلى وما خدتش معانا اي وقت. هوريكم القوام من جوه كده عامل ازاي. شايفين البسبوسة؟ اهم حاجه زي ما قلتلك لو عايزه سكرها اقل شيلي ربع كوبايه من الشربات، ولازم الشربات يكون دافي مش سخن. بصوا القوام بقى عامل ازاي، متماسكه وطريه ومرمله، بجد حاجه كده تحفه. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه وان شاء الله تعجبكم. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو بتشوفوني لاول مره تشتركوا في قناتي مطبخ اسهل وصفه مع زينب وتفعلوا الجرس على الكل علشان ان شاء الله يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. وما تنسوش يا حبايب قلبي تحطوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديوهات جايه جديده هتعجبكم ان شاء الله. ولو اي حد عايز اي حاجه قولوا لي وانا اعملها لكم. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم، وشكرا.